السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا قبل ما نبدأ الحلقة ال94 من قصة أحبابته مجنونة، لو أول مرة تشوفونا معاكم أم جانا وزينة. روحوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك للفيديو بليز، ويلا عايشوا معانا مع أحلى القصص والروايات. يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ ونيجي بقى عند البنات. والله انا هبله اني جيت ما شفتش وشها. تصدقي انك واطيه؟ ما انا قاعده معاكي اهو. فرح بده بس هي وحشاني والله، وقلت لها قالت مش وراها حاجه. امال انا ايه وهي مكلماني اعمل ايه؟ أميرة بضحك يا جماعة، ما هي النهاردة لسه هي وسيف معترفين أخيرا لبعض ووشكم كان حلو عليهم. أنا بصراحة مبسوطة قوي، نور تستاهل كل خير. كان باين أساسا من وقت فرحكم إنه بيحبها. والله اليوم ده كانت كل ما تيجي ترقص معانا يقوم شديدها. سيف بيغير بغباء ويكفيكم شر قلبته، ده كده ولا حاجة. هو ايه اللي ولا حاجة؟ وفين البت سلمى؟ انت عيلة واطية، تقفي في وشي لو جيتلك تاني. لما انت مش هتقعدي معانا خليتينا جينا ليه؟ ايه واحدة واحدة، وبعدين سيف كان معلقني فوق ما كنتش عارفة انزل. البنات ضحكوا. ازاي؟ المعفن كل ده عشان اخدت منه تيشيرت. اميرة بضحك. الراجل ده محدش بيشتري من عنده. راجل ايه؟ بتكلم عن اخوك الواطي، حطيني فوق الدولاب ونزل، وعلى فكرة بقى ما ترباش. فعلا ادم امي حتى اشتكت منه كتير. انتوا شاربين حاجة في ايه؟ ازيك يا سيف؟ وشاورت لنور ان سيف وراها. نور ضحكت. سيف؟ البنات هزوا راسهم بمعنى انه وراها. انا معفن وما تربتش. نور بلعت ريقها وبصت له وهمست. بس يعلم ربنا روحي فيك يا شيخة، ده بقى اللي هيربيكي يا أوزعة. نور بهمس ورقصت حواجبها. اقول لهم كنت عايز ايه عشان تنزلني؟ سيف ضحك. ايه؟ نور ضربته بظهر ايديها بخفة. اطلع اطلع اخواتك عايزينك. سيف ضحك على طريقتها. هلطشك قلم على وشك. نور ضحكت. هقول لهم وهيبقى شكلك وحش قوي. اطلع احسن. تقولي لنا ايه؟ اصل سيف حط ايده على بقها. وانتي مالك؟ حاجه بيني وبينها. اميره ضحكت. هي بقت كده؟ تشكر يا اخويا، ما كانش العشم. بس يا بت، وهمس لنور. وانتي لمي لسانك عبو شكلك. نور ضحكت. ناس تخاف ما تختشيش. سيف ضربها بالقفا. اتلهي اشحال معلقك فوق؟ صحيح انت نزلتي ازاي؟ نور مسكت قفاها. يا عم ايدك اوعى. يلا يا بنات على الجنينه، وسابته ومشيت. سيف ضحك ونور والبنات راحوا. هو انت كنتي هتقولي ايه؟ بس يا ماما. روحتي فين بقى طيب النهارده؟ انت قلتي ساعتين وجيتي اخر اليوم. تلاقيه كان بيفسحها بنت المحظوظه. ما تقولي يا حاجه. طب اهدوا. اول اليوم كده انا وسيف رحنا عشان يقدم استقالته وهيشتغل مع جده بس. يا قادرة ووافق. نور بفرح. لا وايه، واخدني مكان خاص ما ينفعش حد يدخله غيره هو واللي بيشتغلوا معاه. كان مكان كبير وعميق كده بجد تترعبوا منه. والله صاحبه شفت واحد اسمه عز والتاني مجدي، بس شكلهم يخوف. ضخمين قوي، بس عز فيه شوية من سيف. اما مجدي ده لو شفتوه تعملوا حمام على روحكم. بس اتعاملت معاه، طلع طيب خالص وعزمته يجي هنا اخر الاسبوع. بتتكلمي جد؟ وربنا. وشفت كمان اللواء، طلع قمر يا بنات، شبه جده وعسل كده وبيهزر ويضحك، بس طريقته جد شوية زي بابا مكرم. فرح بضحك. وما قلتيش يا سوسة يعني انك هتروحي؟ نور ضحكت. ما كنتش عارفة والله، فكرته بيهاودني. طلع بجد. ربنا يسعدكم، مبروك يا قلبي. وفي خبر تاني بس ده بجد انا نفسي ما كنتش اعرف حاجة. سيف هو اللي قرر كده. ايه؟ كاتب كتابنا انا وهو اخر الاسبوع ده. نعم. والله انا كنت طالبة نعمل احتفال بس انا وانتو وكده. راح كلم جده وقال له نكتب الكتاب وزي ما احنا الفرح في ميعاده. يا اختي، طب هو يقول لعبد الرحمن لانه لو عرف هيعمل زيه. وفيها ايه؟ طب ما تبقى فرصة. ازاي؟ الفرح هيبقى هنا ولا عندنا؟ ساعتها اساسا هكون لوحدي مش هينفع. اما احنا محددين الفرح هيبقى في قاعة كبيرة. مش عارفة. طب ما تكتبوا معانا كده كده اكيد هنعزم عمك ومرات عمك. لا وبعدين عبد الرحمن ما هيصدق، صدقيني. خلاص هقول لسيف. ايه ده؟ يعني انت الاسبوع ده وانا الاسبوع اللي بعدك؟ انت فرحك كمان اما انا كاتبه كتاب بس.
نورين ضحكت. مبروك يا نون، والله وهنفرح فيكي اخيرا. اولا اسمها نفرح بيكي مش فيكي يا جزمة. تاني حاجة تلمي. شهد جاية تجري. يا بنات بنات الحقوا. كلهم بصوا. في ايه؟ شهد بضحك وفرح. احمد طلب ايدي من جده. نور بفرح وربنا. الف الف مبروك. أوي. طب وربنا كنت حاسة. ألف مبروك، ربنا يسعدكم يا قلبي. ألف مبروك، ربنا يتمم لكم على خير. الله يبارك فيكم ويتمم لكم على خير انتوا كمان. ووصلت لنور. بجد شكرا، وحضنتها. نور ضحكت باستغراب. على ايه؟ لولا كلامك اني افضل هنا ما كنتش فرحت كده ولا حسيت ان ليا اهل. انا عمري ما حسيت بالشعور ده. ربنا عوضني عن غياب اهلي. نور عينيها دمعت. لا بقولك ايه، ما تخلينيش اعيط، وبعدين احنا اهلك يا جزمة. نورين ضحكت. سبحان الله، ما كانتش بتطيقك دلوقتي بتعيط عشانك. اتلم يا بوز الاخص. فرح بضحك. بجد كنت مفكرة انها حبيبة سيف. شهد بضحك. واحلف لها ان اخته في الرضاعة مش مقتنعة. ما شفتيش بصيته؟ هدير بضحك. احي دي شكلها لسه مقتنعة. نور ضحكت. خلاص بقى انا مش بحب حد يجي ناحيته. كلهم ضحكوا. طب قلت لجده ايه؟ اتكسفت بصراحة، بس هو فهم اني موافقة. وعينيها دمعت. وكلم بابا وماما. هو قال له ايه؟ شهد بتحاول ما تعيطش. مبروك. نور بفرح. يعني موافقين؟ طب هيجوا امتى؟ لا مش جايين. ازاي؟ انت مش هتعملي فرح ولا ايه؟ مش فاهمة. مش عارفة. هم قالوا لجدو دي بنتك واكننا جينا. وعيطت. نورين بصت لها. ازاي هو في كده؟ لا تلاقيهم بيهزروا اكيد. نور حضنتها وبصت لهم انهم يسكتوا. بت خلاص احنا اساسا اهلك، وبعدين انت مش بتقوليلي انك بتعامليني اكني امك؟ اهو يا ستي انا فعلا امك، واخوكي سيف موجود، وكلنا هنا بنعاملك مننا والله. ده حتى امي الصبح قالت لي ما تمديش ايدك على البسكوت انا جايباه لشهد. اي فضلتك عليا. شهد ضحكت. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا منك. شهد رجعت عيطت. اكيد احمد هيستقلني عشان اهلي ما جوش. البنات كلهم عيطوا. يا لهوي، لا بقولك ايه، انا ماسكه نفسي، لو عيطت مش هبطل. وبعدين احمد محترم وجدع، بالعكس ممكن يخليكي تنسيهم عشان يفرحك ويعوضك عنهم. صدقيني احمد جدع وطيب، واستحاله يخليكي تفكري يوم في حاجه زي كده. فعلا بالعكس، وبعدين احمد زيك برضو عايش لوحده، وانتوا هتعوضوا بعض. فعلا انتوا ربنا جعلكم من نصيب بعض، عشان انتوا الاتنين محتاجين بعض. تعوضوا اللي اهلكم اثروا فيه عليكم. اللي لسانها معوج قالت كلمة عدلة. أميرة ضحكت. أنا عملت إيه بس؟ امبارح عمالة تتكلمي إنجليزي طول الوقت، وتيتا عمالة تقولي ترجمي ترجمي. لا الصبح برضه فضلت تقول حاجات غريبة. شهد ضحكت. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. لا ما أنا عارف وموافق، بس جده زعل إنك قعدتها، كان عايزها تفضل عشان تبقى عارفة نظام الشغل. بس أكيد جده عارف إن ممكن يحصل مشكلة مع سيف ونور، لأن الاتنين بيغيروا. انا شايف ان سيف عمل الصح. نور هتشتغل بس كل فترة، او الحاجات اللي لازم تشتغل فيها. سؤال بس، انت اقنعتها ازاي انها تسيب الشغل؟ سيف حكالهم بس، وكاتبه كتابنا اخر الاسبوع. بجد انت سبت الشغل؟ اه. ياسين بفرح. ربنا هيسعدكم. نور تستاهل كل خير، وانت كمان ربنا يتمم لكم على خير. اللواء وافق. وافق، بس قال ان ممكن ارجع في اي وقت. اه. اوعى تكون بتشتغل نور وترجع تشتغل. لا 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 طبعا. نور لو عرفت حاجة زي كده استحالة تسامحك. عارف، وبعدين انا اديتها كلمة خلاص. مش عارف ازعل ولا افرح، بس الف مبروك، ربنا يسعدكم. الله يبارك فيك. انا عايز دلوقتي اعمل حفلة عشان نور، بس عايزة تبقى مفاجأة، مش عايزة هي اللي تتفق. صحيح انا طلبت ايد شهد. كلهم بصوله بفرح وباركوله. بقول لكم ايه، هو ممكن اهل شهد يوافقوا اكتب الكتاب مع سيف والفرح معاهم؟ هو احتمال ما يجوش اساسا. نعم ازاي؟ بص، بس قسما بربي يا احمد لو يوم زعلتها بس هتشوف وش التاني. ايه ده؟ انا جيت ناحيته ده؟ وبعدين سيف قال لأحمد عن أهل شهد، وحذره إنه لو يوم يزعلها بس لو أهلها مش موجودين هو موجود. والبنات قعدوا مع بعض، وكل واحدة فيهم بتتكلم عن حبيبها. سلمى جت وكان باين إنها معيطة، وسألوها وعرفوا اللي حصل. ونور قالت لها اللي حصل معاها هي كمان. أما الشباب رتبوا مفاجأة لنور وشهد. عبد الرحمن أول ما جه
نور خلت فرح تلهيه شوية عقبال ما تروح للشباب وتقول لهم ما يعرفوش عبد الرحمن، بس نور قالت انهم يحاولوا يخلوا كاتب كتابهم معاهم، وكلهم وافقوا. واحمد كان ماشي عشان شغله. نور فضلت بصاله وخايفة وبتحاول تتكلم انه يسيب شغله هو كمان، بس رفض لان مش هيشتغل مع اهله، وقال انه شغله مش زي سيف وانه مش خطر زيه. وسيف اتضايق وغار عليها لانها خايفة على احمد زي ما كانت خايفة عليه. كلهم نزلوا وسيف كان باين على وشه انه في حاجة مضايقاه. وبعدين كلهم اكلوا وطلعوا يناموا. شهد اخدت هدير معاها في اوضتها، ونور اخدت فرح وقعدت مع فرح شوية، وبعدها قالت هتروح تشوف حاجة وسابتها تنام وراحت لسيف. سيف، انت لسه صاحي؟ ادخلي. نور لقته قاعد على السرير وماسك دماغه. احم. ودخلت قعدت جنبه. مالك؟ مفيش. نور وقفت قصاده ورفعت راسه ليها. لا في، انت زعلان ليه؟ مالك؟ انا زعلتك في حاجة؟ سيف ابتسم بضيق ونزل ايديها. لا تمام. صاحبك اللي في المستشفى حصل له حاجة؟ لا الحمد لله. نور مسكت وشه بحنية. مالك يا سيف؟ انتي. وسكت. مفيش، انا هبقى تمام، روحي نامي عشان تقعدي مع البنات بكره. مش مقتنعه وما تزقش ايدي. ومسكت وشه. انت شكلك زعلان مني انا. قولي مالك. بلاش دلوقتي عشان ما تزعليش مني. نور ضحكت. لا قول، وبعدين مش هعرف انام واسيبك كده. سيف ابتسم. طب روحي عشان بجد مش عايزه اقول كلام يضايقك يا نور، انت عارفاني لما بتعصب. نور بست راسه. ولا يهمك، قول ووعد مش هزعل. سيف استغرب طريقتها. عايزة ايه؟ نور ضحكت. سمعتي باظت. لا بجد مش عايزة حاجة، بس عايزة اعرف مالك، انا عملت ايه زعلك كده؟ ومهما حصل او اتعصبت مش هزعل. انت كنت خايفة على احمد كده ليه؟ نور ضحكت. بتغيري يا بيضة؟ لمعلوماتك يا عسل انه اتقدم لشهد. ها شهد. وانا بصراحة بيني وبينك حبيتها قوي وصعبانة عليا. اهلها طلعوا فيستك. سيف تنح. مالهم؟ فيستك مالهمش اي لازمة. ازاي يوافقوا على حد من غير ما يعرفوه، مجرد بس انهم واثقين في جده؟ لا حتى مش هيجوا يشوفوها ولا يعرفوا بنتهم هتتجوز مين. بجد في ناس كده؟ الفلوس والشغل بيعميهم عن حياتهم واهلهم. انا مش عارفة، هي اكيد من جواها مكسورة. وبصت لسيف. هو فعلا ممكن احمد يستقل بيها عشان اهلها مش معاها؟ لا، لان انا اتكلمت معاه وطريقته انه بيحبها فعلا وعايزها هي مش اهلها. واي راجل بيحب بيبقى مش همه غير اللي بيحبها وبيستحمل اي حاجة عشانها. ده غير ان احمد ابن اصول، ولو مش واثق فيه ما كنتش هوافق انا او جده. نور بطفولة ومسكت ايده. بصراحة فاكر الفرح يوميها كانت صاحبة أميرة موجودة وشاورت عليها إنه يخطبها وكده. قال إنه يتقدم على طول ومالوش لزوم إن أتعرف عليها. بصراحة احترمته قوي. كنت كل ما اجي اكلم البنت تحصل حاجة وانسى. سبحان الله، ربنا كان بيلهيني عشان شهد هي اللي من نصيبه. ربنا يتمم لهم على خير. نور لقيته لسه زعلان. صحيح شفت ايه؟ قوم بس كده اقف. ليه؟ قوم بس وهتفهم، عشان هفضل اوصف مش هعرف وانت اساسا متعصب. سيف قام ونور وقفت قصاده. اسفة. وحضنته. عارفة انك بتغير، بس والله هو اخويا زي ادم ومازن وياسين مش اكتر. عارفة برضو انك متضايق وحسيت اني بخاف عليه زي ما خفت عليك، وفكرتني مش بحبك واني متعلقة بيك. بس ربنا يعلم اني بحبك اكتر من نفسي ومش تعلق بيك. انا مش بقدر استحمل فكرة انك تبعد او يجرالك حاجة. ما تزعلش. وبتبعد لقت سيف نام. نور تنحت. ايه ده؟ انت نمت ازاي؟ ايه ده؟ انت بتنام وانت واقف؟ وبتشاور قصاد عينه لقيته نام. فضحكت وحضنته تاني. وكنت بتتريق عشان اول ما بحضنك بنام؟ نور بتملس على شعره. بس بصراحة انا نفسي معرفش ليه بطمن اول ما ببقى في حضنك، وبحس اني عمري ما زعلت وكل المشاكل اتحلت، وببقى نفسي افضل لازقة فيك. وضحكت. عارف النهاردة ردة فعلهم انك سبت شغلك عشاني عرفتني قد ايه انك حبتني، وانك مهما تعمل يبقى عشاني. ووعد مش هزعل منك تاني ابدا، مع ان انا اللي بنيل الدنيا. نفسي كاتب كتابنا يبقى بكرة مش اخر الاسبوع. فرحانة قوي اني هبقى مراتك وانت بتاعي انا وبس، ومحدش هيفكر اساسا يقرب لك. عارف رغم اني مبسوطة بس شايلة هم هحطك ازاي على السرير وانت شبه الضرفة كده. سيف ضحك. انا والله مستني ترمي كلمة في الاخر.
نور تنحت وبعدته عنها. ايه ده، انت مش نايم؟ نور اتكسفت ووشها احمر. فرح شكلها بتنادي وجايه تمشي. سيف شدها وحضنها. بحبك. لسه زعلان؟ لا. وبعدين نور فضلت تتكلم معاه شوية وبعدها راحت أوضتها. وعدى اليوم وتاني يوم كلهم قعدوا ونور قعدت هي والبنات يتكلموا ويهزروا مع بعض، وكل واحد راح شغله. وفضل نور وفرح وشهد وهدير قعدوا مع بعض. وآخر اليوم سليم جه وأخد هدير، وفرح أخد عبد الرحمن، وسيف وعد نور إنه يخرجها. وعدى اليوم من غير جديد. تاني يوم سيف أخد نور وخرجوا، وسيف قال إنه هيختار معاها فستان كاتب كتابهم. وفي المحل. لا مش حلو. سيف ده تالت واحد عريان يا نور. يوه، على فكرة أنا خلقي بقى هنا، وبتشاور على فوق راسها. ايه ده، خلق جديد ده ولا ايه؟ هو مش كان عند الرقبة؟ نور بصت له بقرف وشوحت ودخلت تغير. بعد وقت. هي حلو. سيف كان ماسك التليفون وبيقرا حاجة فما سمعش. نور تخنت صوتها. انت يا عم ايه؟ سيف رفع راسه وبيبص لها. ايه جاموسة بتنهق؟ ايه في ايه؟ ما انت متنح في الزفت ده. هي حلو ولا لا؟ انت بتسألي وظهر امك ده ايه؟ ذكى عن النفس؟ نور من جواها وبصاله ورفع شفتها. انا اللي عايزه امسك في رقبه امك اضربك لحد ما يبان لك صاحب، ولو بان اضربه واضربك كتك البلا. انتي بصالي كده ليه؟ نور بغيظ. بصالك ازاي يعني؟ سيف ضحك حاسس اكنك بتدعي او بتشتمي من جواكي. نور رفعت حاجبها ونزلته. الاحساس نعمة برضه، كويس انك حاسس. وقفلت الستارة في وشه. سيف ضحك. الاحساس نعمة؟ طب وربنا لما نروح. اقفل لنا بقك بقى، كرهتني في الفساتين. وطلعت. هي ده كمان. سيف ضحك. جلابية امك اكرم لك واسعة. وفضل يضحك اكنك خارجة من خناقة. كشفت عليك شعر يا سيف يا ابني بسمة تتمرمط مرمطتي. سيف بضحك. مرمطتك؟ طب يا اختي خشي وانجزي. ايه ده كمان؟ لا حلو، بس انت عامله كده ليه؟ هو اساسا بطريقتك دي لو كان تحفه مش عايزاه. المفروض تنبهر بيا في اي فستان. اما انت اول ما تشوفني يا تتعصب وتحسسني رقاصه قدامك، يا اما صف اسنانك كله يظهر وتفضل فاتح لي ضبك وتضحك. اركبهم لك يعني عشان تتبسطي؟ عادي قولي ما تتكسفيش. اتكسف انت على دمك. وقسما بربي يا سيف الفستان اللي جاي لو ما عجبك وحسستني ان قمر كده لاقعد لك يومها بالكلثوم بتاع جده وافضحك. سيف ضحك وبكف ايده على وشها. بس يا ماما يلا انجزي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. فيا ترى سيف هيعمل ايه تاني في نور؟ جنن البت خالص. ما كانش فستان يعني؟ امال احنا مش بيحصل معانا كده ليه؟ دلع دلع. يلا لو حصل بقى معاكم الموقف ده احكوا لنا كده وضحكونا، واكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية. ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم. واستنوا الحلقة الجاية قوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جنى وزينة. بحبكم قوي. سلام.